السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا عاملين ايه؟ ازيكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معكم ابتسام. وقبل ما نبدأ الكلام نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة احنا هنعمل كشري بتكات وحركات المحلات بالظبط، وان شاء الله يكون حلو وهيعجبكم بأمر الله. احنا معانا الحاجات بتاعة الكشري بقى دي كلها، وهنقولها كده واحدة واحدة واحنا شغالين. اول حاجة هنبدأ بيها البصل، وده طبعا احنا بنبدأ بيه عشان خاطر ناخد الزيت بتاعه ونشتغل بيه. معانا هنا كمية حلوة من البصل، قطعناها كده جوانح أو شرايح أو جوليان، زي ما بتسموها بقى. وحاطين عليه 4 معالق من النشا، ومقلبينها حلو قوي علشان خاطر النشا هيديكي الخرفشة والقرمشة اللي انتي بتشوفيها بره، وبيفضل معاكي بايت لتاني يوم بنفس الخرفشة دي والقرمشة بالظبط، يعني كأنك لسه عاملاه لتاني يوم. احنا هنا نقلنا البصل على العين الكبيرة، وحطينا مية في حلة كبيرة عشان خاطر نسلق فيها المكرونة، والحلة التانية فيها العدس بعد ما اتغسل كويس، وحطيناه في كوبايتين مية على النار، وهنسيبه هيتسلق. والعدس شوفي معانا هنعمله ازاي علشان خاطر لو فضل معاكي لتاني يوم من غير ما تدخليه التلاجة ولا نسيتيه ولا حاجة مش هيبوظ ان شاء الله منك، وهتشوفيه كده هتلاقيه مفرفر معانا وزي الفل. احنا هنا كنا شلنا البصل وبدلنا، حطينا الحلة بتاعة المية بتاعة المكرونة على العين الكبيرة، وهنا احنا بنشوف العدس خدني كده تقليبة، هو لسه مستويش. وهنا معانا حلة تاني هنحط فيها زيت من اللي احنا بقى خدناه بتاع البصل وصفيناه ونشتغل منه. هنحط فيها، هنعمل فيها ايه ان شاء الله؟ هنعمل فيها اكيد الصلصة. ايوه بالظبط كده. نزلنا ببصلاية صغيرة مفرومة، وهناخدها كده تقليبة كويسة في الزيت، وهننزل بمعلقة فلفل اسمر كده صغيرة عليها عشان طبعا الريحة. وتعودي كده البصلاية تحطي عليها فلفل اسمر او معلقة صغيرة خالص من الملح عشان خاطر الريحة، تضيع ريحة البصلاية متبقاش قوية في البيت. هنا المية غليت معانا بتاعت المكرونة، وبننزل بالمكرونة. احنا معانا كيلو مكرونة، نص عقل صغيرة والنص التاني مكرونة سباكيتي، وهننزل في المية بيهم. وبعد كده هنقلبهم كويس مع بعض. واحنا هنا معانا البصلاية على العين التانية بتتقلب. طبعا انتي عارفة ان انتي بتقفي في المطبخ ايدي هنا وايدي هنا وايدي هنا. والكشري عشان خاطر الحلل بتاعته كتيرة والغلبة بتاعته ياما، فاحنا لازم ننجز مع بعض. تنجزي كده كله مع بعض، والله ما اخدش معايا ساعة. هنا كان العدس معايا استوى خلاص، وهننزل بيه. كان خلاص المية اتشربت، وهننزل هنا بمعلقتين زيت. وهنا انا حطيت التومه بس ما جاتش، وانا بحط التومه فصين توم مهروسين ونزلت بيهم على البصلايه وقلبتها لحد ما احمرت معايا بالشكل ده. وبعد كده نزلت بكيلو طماطم آه، مهروسين مضروبين في الخلاط ومتصفيين كويس قوي، ونزلت بيهم على البصلايه. انا دلوقتي بقلب المكرونه عشان خاطر ما تكلكعش مني. وهنا هنحط التوابل بتاعه الصلصه، الملح والفلفل الاسمر والكمون، وهتتقلب كويس. وبعد كده هنغطيها ونسيبها خلاص. وهنخش بقى، ايوه هنشوف بقى العدس. هنحط عليه شوية كمون وشوية ملح صغيرين، وهتقلبيهم كويس. بصي هنا خلاص ميته اصلا مفهوش ميه، هو كده خلاص. انا قلبته في التوابل وبعد كده طفيت عليه خلاص. والمكرونه كانت خلصت وصفيناها، وبنفس الحله بتاعت المكرونه هنحط فيها شويه زيت وهنرجع فيها المكرونه تاني. هنحط المكرونة فيها وهنقلبها مع بعض. وعايزة تحطي عليها شوية فلفل اسمر حطي، مش عايزة براحتك. بس انا ما حطيتش فلفل اسمر خلاص. وقلبنيها وسبنيها،
ويا دوبك تقلبيها مع الزيت وتطفي عليها. انا كده طفيت عليها خلاص. وهنا معانا الصلصه اهي بتتسبك. تمام. حطيت كده شويه ملح، هي اكيد كانت عايزه ملح فنزلت بشويه صغيرين. وهنسيبها بقى تتسبك مع بعضها كده. وهنا معانا شويه زيت. هنا هنعمل بقى الرز. نزلنا بشويه زيت في الحله هنا. وهنحط دلوقتي الشعريه. انتي مثلا عندنا مثلا كيلو من الرز، حوالي 4 كوبايات، او تقريبا كان عامل معايا 5 كوبايات مش فاكرة. ونزلت بكوباية شعرية. نزلت بكوباية شعرية عليه وقلبتهم كويس. والشعرية هنا هتتحمر وهتاخد اللون الذهبي بتاعها. وهننزل بالرز وهناخدهم كده مع بعض شوية على النار. ولو عجبك الفيديو ياريت ما تنسيش اللايك والاشتراك والتعليق الجميل منك والدعم بقى، ما تنسيش بقى تدعمينا. بس هنا بقى خلاص كده الرز تمام كده كله مع بعضه. تقلب كويس مع الشعريه. هننزل، انا عندي الرز بتاعي واخد على كل كوبايه رز واخد كوبايه ميه. ده بيرجع للرز بتاعك. في الرز الفلاحي مختلف عن الرز بتاع الشركات اللي بره. كل نوع مختلف عن التاني في الميه بتاعته. انا هنا نزلت بكيس مرقه دجاج عشان انا بحب مرقه الدجاج على الرز بشعريه. جربيها وانت هتلاقي فيه يعني اختلاف كبير وطعم تاني خالص. ونزلت بالملح بتاعي. بتتظبطي الملح طالما حطيتي مرقه الدجاج، لان مرقه الدجاج معانا هنا فيها حدوقيه. خلاص وقلبناهم مع بعض كويس. وخلاص هنسيبهم بقى على النار كده على بالي هنا الرز ما يستوي. تعالي نقله بقى شويه بطاطس، شويه عيش من بتوع المحلات بقى اللي هو بيتقدم مع الكشري. انا هنا نقلت العين الصغيره علشان خاطر الاستانلس بيبقى ليه معامله كده خاصه معلش في الاكل، بالذات في المكرونات، في الرز، في الطبايخ. المفروض ان انتي بتوطي النار عليه عشان خاطر ما يحرقش النار، ما يحرقش الاكل معاكي، لان الاستانلس بيلسع بسرعه الاكل. فالمفروض ان انتي بتوطي النار على الحاجه اللي انتي تحسي ان هي ممكن تتلسع منك بسرعه في الاستانلس، انه بيحتفظ بالحراره لفتره طويله. هنا كان معانا 3 رغفة قطعناهم كده مثلثات وحطيناهم في الزيت. ودي اللي كان طالبها مني واحدة حبيبتي جدا 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 في الكومنتات، وقالت لي انا عايزة العيش المحمص بتاع الكشري اللي بتقدم في المحلات. وانا طبعا ما اقدرش ارفض لها طلب لانها حبيبتي جدا. وانا هنا لما عملت الكشري قلت لازم اعمل العيش معاه. وهنا هنطلعه علشان خاطر نصفيه من الزيت ونقدمه بعد كده. وهتشوفوا بعد العيش ده تقدري تاكليه بيه بقى، تحطي عليه ملح وكمون وتاكليه. وتقدري انت تاكليه كده، وتقدري انت تجيبي كاتشب وتاكليه بالكاتشب. خلاص. احنا هنا هنعمل زيت الشطه اللي برضو بره في المحلات. هو ما فيهوش اي حاجه خالص، شويه زيت وفيهم شويه شطه محترمين وبتاخديهم على النار كده مع بعض. بس بيبقى حامي جدا، حامي فوق الخيال يعني. ما تقدريش كده حته يعني لدعه كده من المعلقه الصغيره على الطبق بتاع الكشري بيبقى فظيع قوي. فانا انت تقدري تقدميه كده، لكن انا عشان خاطر الولاد كان حامي جدا عليهم فانا بزود بحط صلصه. فانا هنا حطيت معلقه صلصه كده كبشه كده وقلبتهم مع بعض. وهنزل دلوقتي بمعلقه خل كده صغيره عليها. بس كده تمام. خلاص وبكده خلاص هتتقدم. انا نسيت اوريلكم البصل. لما انا طلعته بجد والله كان مخرفش جدا وكان جميل قوي. وفضل معايا لتاني يوم، انا يعني بات منه لتاني يوم كان فضل مخرفش كده ومقرمش، ما تبلش معايا ولا اي حاجه.
وادي اهوت طبق الكشري. كان طعمه بصراحة كان بسم الله ما شاء الله جميل جدا. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك والكومنت الجميل منك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والف هنا وشفا. مع السلامة.